آه، كعب حسام يا هلا وسهلا. لان انا كنت ازود سيارتي بنفسي اللي هي البوس كانت ان اي موستانج. سباقة كرت لقى سيارك بيجرين الصاروخ يابان. جودزيلا. بلانك للمستقبل سيارة كهربائي لو ها كعب حسام يا هلا وسهلا. حبيبي انا وسهلا بك. أول حلقة باللغة العربية. يا هلا وسهلا قلبي. حبيبي انا ميت وسهلا هلا بك. بك كعب حسام. اهلا وسهلا بك. أول وشكرا على استضافتكم طبعا بالاستوديو اللي عندكم الجميل المتواضع. الشرف حبيبي. لنا. حبيبي على لك راسي. بابا أنت واحدة من يعني هيج أشخاص يعني لازم ضروري والله ضروري لازم تجي يعني وين مكانك أكيد. حبيبي؟ اوكي يعني عندك تجربة يعني مو بس تجربة يعني والله حياة يعني عمر كان بالهاي موضوع السيارات وموضوع السباق وبعدين دراجات الاسرع الأسرع بوقت اقصر. عاشدك. يعني الشورت تايم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. شوف هي رياضة السباقات هي مو بس يعني تحدي اخذ السيارة ازود واروح اطلع، لا يعني هي اول شيء لازم تكون الاخلاق عندك موجودة، تكون عندك شرف المنافسة، وما تكون عندك هذا يعني هاي الخبث والغل اللي بقلبك اريد اسابق ويا شخص افوز عليه حتى افضحه على السوشيال ميديا. انا هذا ابد ما كان عندي، يعني انا كانت انه هدفي انه عندي تارجت انه اوصله، انه اكون يعني سمعه طيبه، الناس تحبني. يعني هاي اول نقطتين عندي مهمه. انه طبعا للعلم من يوم اللي بديت بالسباقات لحد الان انا عكس العالم. بشنو؟ من اسوي يصير السباق اخسر او افوز، يعني هي 90% كان فوز، نظل احنا اصدقاء. يعني هذا اهم شيء صراحه. اكيد انه ما اتخارب وياه، لان هي رياضه لازم تكون عندك شرف المنافسه، وهو خصمك مو عدوك. فاني يعني اي واحد السابق وياه، الدليل انه كاميران انا من 2014 2015 السابق وياه. عندي قصة وياك على موضوع السابق الكاميرا. وياه، وكان يساق كم مره مكانه يزن ار تي سنتر بغداد اليزن اللي يزود سيارته. لان انا كنت ازود سيارتي بنفسي اللي هي البوس كانت ان اي موستانج. هو كان ابو البوس ممكن مو بالبوس أو مالتي، هو كان عنده الستروكر 7000 ان اي الكامارو. من ذاك الوقت الصراحه انا افوز عليه بالان اي. كان عندكم قصة على الموضوع الرولينج والصفر. بالضبط. انا اتذكر احنا كنا اصدقاء. هو يفوز علي انا افوز عليه. يعني انا صراحه انا عندي اهم شيء الصديق. يعني السباق شيء ثانوي. يعني انا ما اريد مثلا يعني مرات انا السابق يا واحد انا افوز عليه وادري بسيارتي اقوم من عنده وافوز عليه، بس انا اشوفه يعني مكسور والجمهور يبغوا عليه. هو صديقي يقول لي حسام السباق مو تمام او اكثر صابتنا مشاكل بالسياره، انا اعرف يعني هو يريد عذر حتى يطلع بالوجه الابيض انه ما عنده مشكله. انا اقول له ايه خلاص تدلل صح سيارتك انا شفت المشكله بيها وبعدين السبق مره ثانيه. بس انا اعرف انه انا فزت عليه، يعني انا اعرف بداخل نفسي انه يعني ماكو قياس. بس ما شاء الله عليك، يعني هذا يبين انه عندك روح رياضيه. اشكرك. اي اكيد اهم شيء يعني الروح الرياضيه تكون هي مو موجودة. بس تنافس وافوز عليك الا بالضبط. لا بالضبط. يعني اكو احتمال هو اني اخسر واحنا بالاخير اصدقاء. اكيد يعني بالضبط. هي اهم شيء نقطه انه نبقى اصدقاء، لان هي مو يعني هو مو للسباق خلاص راح السابق وبعد اروح ما اشوفك، لا راح يومين ثلاثه يجوز نتشاف بتجمع ميتينج، يجوز سباق ثاني، يجوز نقعد بمكان عام واحد يشوف الثاني. يعني ما يصير مثلا انا اخلق مشكله والله على مود السباق. يعني مع الاسف طبعا مع الاسف هسه العالم اذا تريد تشتهر ويريد يصعد بشيء خطأ. يعني مثلا يسوي مشكلة، يسوي نفاق، يسوي خباثة. ليش؟ حتى يصعد. يعني ما يصعد على شيء إيجابي، شيء فعل. لا بس سوق العالم والله سوق أكيد هو سوق العالم هذا شيء أكيد. بس يعني هواي عالم مفتهمة الشهرة بالغلط. يعني أنا أسوي وياك مشكلة ويا كابتن أو أسوي وياك مشكلة وأروح يعني أنشرها بالسوشيال ميديا. نتفق له بدون انتفاق له والله هي كعادة هم دائما يتفقون. اكيد اكو اتفاق هو اكيد، بس هو مو صحيح هذا. يعني كان حسام بوست من السركه اورده كم عرفت شلون؟ فالعالم استغلت الرياضه بالسوشيال ميديا بالطريقه الخطا. يعني اسوي مشكله والله حتى اصعد، حتى انا اعرف
لا انا بحياتي ما فكرت بهذا الشيء صراحه، وانا الحمد لله الله مفضل علي، يعني موجود عندي الامكانيه انه ازود اي شيء اريده. صح. فلذلك انا جتني هواي سبونسرات، مش يمكن بحياتك ما شفت انه انا حاط لزقه سبونسر انه انا مدعوم من طرف فلان او مدعوم من طرف اويل او مثلا فد بس عندك براند هيك يعني شلون اقول لك يعني تمويل ذاتي. هوايه يعني تمويل ذاتي انه انا بالضبط. مول نفسي، يعني انا ما اريد. جتني هواي شركات، يعني انا صراحه بالبطولات اللي شاركت فيها بال 2017 اخذت الثالث على العراق بالان اي، بس اكيد هنا ما راح اتوقف لان هذا مو طموحي. فبال 2019 اخذت المركز الثاني في فئه البروفيشنال ممكن بالبصره بالنجف. نجف. بالنجف كان اخذت الثاني على العراق الحمد لله. طبعا بروش وقر عادي، تعرف انت القر عادي باللانش كنترول مستحيل، صعبه كلش صعبه. اي فالحمد لله بفضل الله ثم الخبره والممارسه بالقر العادي قدرت اخذ المركز الثاني. النقطه الاهم اللي هي اول شخص يسويها انه انا شاركت باسم كردستان، وطبعا هذا شرف الي انه اشارك باسم كردستان وباربيل حصرا. يقولوا لي انت مو عربي انت شلون تسوي؟ قلت لهم ما له علاقه، انا ما دام اكلت وياهم وقاعد بنصهم وشربت من الماء مالهم يعني مايهم، انا اصير كرد عربي، انا اتشرف بهالشيء. فشاركت بال 2017 حطيت علم كردستان والعراق اي شفنا وشاركت بها والحمد لله والشكر، يعني انه هاي كانت بدايه جيده حلوه. كاكا فرق ما النية اكيد اتو بجداري كرديه بعلمي كردستان أكيد. امن اسمه بغداد علمي عراقي يعني عراق وكردستان متفرقين ان شاء الله. كو باست كرد يعني موضوعي او برايتيا لقديم مثلا 2014 15 كان ماكو هيك علاقه صراحه أكيد. صح وهو عربي ايه لا هسه لا. فانت عندك علاقه بهاي الموضوع يعني هاي هيك الصلح وما اعرف شنو شو انت دا تحكي عن روح الرياضه يعني عندك علاقه مباشره بهاي الموضوع حتى بالضبط. يعني هسه شوف عندنا علاقه كلش قويه خصوصا جماعه يعني رياضه السيارات صح. يعني هسه نحن دا نروح لبغداد نشارك بطولات، تروح البصره باسم كردستان مثلا بالضبط. يعني شوف هسه عندنا الناس صارت تفرح، بالضبط صارت يعني تفرح انه جايين ضيوف عليهم من كردستان يعني ويقومون بالواجب اصلا يعني. يا ريت اذا واحد من جنوب تجي يمي يا ريت والله نحطه على راسنا يعني على راس يعني صار هيك هي هاي اللحمه الوطنيه الصحيحه. يعني انت مالك علاقه بالاخبار هذا كردي، والله بالعكس ماكو اي فرق. وكنا واحد اني يعني للامانه انا صارت لي مشكله ببغداد على مود سباق، هاي اخر مشكله صارت. هواي ناس تقول حسام خلي نروح نسوي مشكله هذول ما حد، قلت لهم هذول اكراد يعني ضيافتي ما حد يوصلهم خط احمر. يعني اني يعني من اروح لبغداد والقى يجوني جماعتي، طبعا انا دائما اروح لبغداد اخذ جماعتي من ضمنهم اكو يحب يجي وياي يعني يحب التشريب فيجي وياي هناك. اكو ذهب اكو ذهب، نروح للديوانيه سوا، رحنا للبصره سوا. يعني انا كيف ارجع الفضل مالتهم انه يجيني كردي يعني سواء سليماني حلبجه كركوك اربيل دهوك اخليهم على راسي. بس أكيد. خصوصا انت يعني عندك علاقه كلش قويه ويا الاكراد خصوصا انت يعني بالضبط. انا شلون بدت علاقتي كلش قويه الاكراد؟ انا لحد الان العب كره قدم محترف. اوكي. فاول ما بديت هنا بديت بالكره القدم الطوبه الملعب 11 لاعب يازدا لاعب ايه. فالدوري كان كله اكراد بس 2 عرب انا وصديقي. فتعرف انت كره القدم تسوي رياضه اجتماعيه صح. فصارت عندنا كلش اصدقاء هواي. واني حبيت ان اتعلم اللغه الكرديه، يعني اول شيء محبه انه انا لين احب اتعلمها يعني. ثاني شيء انه حتى من احكي المقابلي ويا اي شخص ما صار عندي مشاكل. تقريبا انت احسن واحد شفته تحكي كردي يعني. ايه صح. بس جاري هزه وفحص درناسي عندك دوكليه عندك شاص حياتم الشرف بهالشيء حبيبي الشرف على راسي. حزم ولا داس بيكر باسي خود كرت كاكو داس بيكر دي بيم خوشبو عندك سيارة داس بيكرت اللي كمو تزويد كردن اشتشي نيبو لبوما بتزيدك زور كم هبو وكاتي لها ودير ببنزي دزج مدري كاميرا بو زور كم حسام بو يعني. بس بفيديوك عجيب بناو بانك وتقا سباقة كرت لقى سيارك بيجرين صاروا خيابان
جودزيلا. جي تي جودزيلا ار. ايه موضوع المستانج يعني انا اعرف ما سويت هيك كبير وهيك مصاريف وما اعرف شنو لا كانت موضوع الريشيو. التكلفه كانت يعني اقل تكلفه اقل سباق كلفني. وفزت من الجي تي ار. فزت بالجي تي ار وصراحه عدتها ويا سياره اقوى بس ما حالفني الحظ، كان بيناتنا فرق تقريبا سيارتين لان رولينج مو قلت لك باوع السباق مو بس تلزم ستيرن، خليت درايف، حطيت ريس فيول وطلعت ودوس تكبس فول ثروتل. غلط، عندك ويك بوينت. مثلا شنو السياره اللي تتسابق عندك بيها ويك بوينت؟ مثلا تخليها تحمى يعني تصعد درجه الحراره التوربو، صح اللي رادوا يسووه وياه بالتوين توربو طبعا. اي ايه انا هاي الشغله مسويها قبل يعني بال 2016 اللي انا كانت عندي موستانج بوس ان اي بيها 520 540 حصان 550 حصان ماكسيموم، بس اختاريت السرعه اللي من جانبي كان عندي يعني قياس الاكسل انه مسافه بهاي المسافه هي من صالحي 3. يعني الأفضلية إلك. بالضبط 73. ايه وانا خليت خصم الجي تي ار خليته يكبس براحته حد ما حراره المحرك صعدت وتعرف ما يبقى بوست. صح. عرفت شلون؟ فانا استغليت هاي النقطه وسابقت الحمد لله فزت عليه. كان سباق كلش قوي. والفيديو اللي حد هسه يعني مشهور ومرات ينشرونها من جديد لان ما حد سبق نيسان جي تي ار وفاز. صح يعني هو صار واحد بالبصر بين كابتن سيفتيتو، تحياتي له اكيد، والدكتور شريده هم لاحظت مشاكل وفازت الجي تي ار. بس هي بالعموم الجودزيلا هي قويه يعني سياره بوست وهي سياره اني وقوه حصانيه اقل وتخسر يعني زحمه الا يعني لازم تسوي حيله حتى تقدر تفوز. خصوصا موستانج يعني انا رايي شخصيا آه. تريد مثلا تريد قوه من الموستانج بدل الريشيو الاكسل ريشيو. بالضبط 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 والله لا تحتاج شوت صح. ولا هيدرز ولا اي شيء خصوصا 6 سلندر. بالضبط تعبت والله تعبت. سوي تفريغ انت البيضه تعبتك. انا كان عندي مانيفولد اي بوس وثروتل وهيدرز واكسل. ها هي بس بنزين محطه بنزين محطة كنت اسوي خبطه اسميها شنو اخلي ايثانول. بابا ما عندك اي سر انت يعني كل شيء شفاف انت. ما عندي شيء قديمه راحت. انا هسه حولت على البايكرز على الدراجات. بس انا ان شاء الله ارجع يعني انا إن شاء الله. انقطع فتره وارجع انقطع فتره. والله عربي مشتاقين لك مشتاقين غريب الدك. لا مكانك فارغ صراحه غريب يعني الدكين يعني غريب الدكين مجموعه. ايوه صراحه كحسام يعني مكانك فارغ. يعني احنا من نحكي على السباقات دائما يقولون تتذكرون من حسام كان يجي يفوز وكان عنده روح رياضيه انه واحد يذكرني بشيء زين ويعني يعني دائما ماكو اي نقاش بيناتنا. يعني من نحكي على السباقات دائما يجي اسمك حسام وكاميران. الحمد لله دائما يقولون كان عندهم اكو منافسه صح. اخوه كانوا يتنافسون. لحد الان وهاي المنافسه صارت موضوع سباق للغير مستوى للغير ليفل والله. أي يعني بالفعل خاصه هنا راحت لغير مستوى لانه كان عندكم اكو منافسه اخويه. يعني انت كنت تحاول تسوي سيارتك افضل من كاميران نفس الشيء بالضبط. كان هو يفوز علي انا اروح اقوي سيارتي ارجع افوز عليه يرجع يقوي سيارتي. هذا اهم شيء. يعني هاي المنافسه كلش ضروري صراحه. صح. برايي الشخصي يعني سباق بدون منافسه يعني مستحيل ما تقدر. وهو اللي اصلا واقع يعني اذا انا ما عندي منافس ليش ازود سيارتي اكثر؟ بالضبط يعني ما راح ما يبقى لك حتى طعم يعني انه حتى الدريف نفس السالفه. حتى ممكن موضوع البايكرز وهي سوالف ممكن نفس الشيء. بالضبط يعني ماكو شيء يشجعك انه تسوي فد بروجكت قوي. يعني هسه انا ليش تركت السيارات الرياضيه صراحه؟ اول شيء بسبب انه سمعتها يعني راح طعمها. قبل كانوا معدودين وما يدخل بيناتنا لا نفاق ولا خبث ولا سوشيال ميديا. كانت هسه يعني صارت بكثره السيارات الرياضيه صارت هواي وصار خلاص يلا ازود انزل يعني خربت تقريبا شبه انه ما بقى بها طعم. يعني الرياضه السيارات يعني راح طعمهم من قبل 2-3 صراحه. يعني وهسه حطوا لك جماعه كاميرات واذا تفكر بين كاميرا اذا فكرت بين كاميرا فعندك بوينت تو بوينت.
فما بقى لها اي طعم يعني. ما عندنا حلبة تشجع انه على هذا الشيء، و يعني ماكو شيء يشجعك انه بعد خلاص تزود سياره يعني قويه. سؤالك او سباقي قديم كلا بارتساتشي ساتو بيسيدا ما انكرت ايه خوش تربو يعني او هم باورين بطوله كاستاد كري بلان بو خبسه والله عربي حسب ايه حسب يعني قبل بيشتر كاميري نبو كاميرا ايه ما كاميرا على 120 تسابق براحتك صح. بس هي مخالف للقانون يعني صحيح. بس احنا شو نسوي يعني كنا مسافه قصيره نتسابق وتعرف اخر شيء انا حولت اسابق دراجات كانت عند الروش ايه بس بتكون اكو حلبه يعني بس يعني حتى اذا عندك حلبه ما راح تسيطر يعني جمهورك للاسف يعني ما يسمعون كلام يعني تقول له ارجع يقول لك اوكي وتحكي يا صديقك ترجع تباوع عليه تلقى قدامك واقف يعني ما يهتم للسيفتي للسيارة. مع الاسف او عفوا اختار بس يعني مع الاسف خصوصا اكراد يعني جمهور الاكراد كاكا خوش تاندوي دزانين جماكتان زوزور خوش دوي حستان لي دتاني لنزيكو بيبينن جمهورتي زوزور حماسيه يعني ولا قازانتي بطوله 100 كجمهوري زور هي بس جمالي بقرا يعني كبطوله ذكري وباشتريها بزانين كاصولي بطوله كيكوا نك قانوني بطوله كي لا امن ديم جمهور اصولي من اكو جمهور لو بيجي كم نيتم تيا بليتم كريا او بليتم لو كريا انت قاعده نيشم تماشى هذا كم بسيفتي طبعا اكيد امنم اتويدي بيش كاتي بيش تقول ما كاين تيدي دو خطي بيش تجنابي ني حاجه لي بيتا بيش فخصوصا اكراد يعني عندنا هيك مشكله يعني دائما يحبون يكونون بالقدام يعني حتى يصور اول واحد الاكراد يستاهلون يصيرون اكيد بس اقول لك شغله هاي المشكله ترى مو بس عندكم هاي المشكله حتى عند العرب لا اخي بس شنو الفرق اوكي اكو فرق بسيط الفرق البسيط احنا يعني مناطق بغداد والجنوب مسوين بطولات قديمه فالعالم الجمهور عنده فكره على السباقات وخبره انه يعرف خلاص هي راح تفوت السياره من قدامك وتشوف او شيء يعني يعرف شلون يتصرف. اما هنا يعني هاي اول مره تصير بطوله دراج ريس بسليماني لا بس اربيل اول مره كانت ناجحه طبعا بس قلت لك ما تقدر تسيطر على الجمهور لان المكان يعني ما يتسع للجمهور جمهوره هو ما شاء الله واول مره تصير وبسليماني كذلك ليش خربت لان اول مره تصير صح فهسه ذات العاد مره ثانيه باربيل انا متاكد 100% ما راح تصير نفس المشكله لان الناس اخذت فكره انه خلاص يعني لازم نبتعد شويه ان شاء الله وهو يريد حيصير هو يريد تنجح حتى كم يظل يباوع على السيارات اللي منو راح ياخذ الاول منو راح ياخذ الثاني راح يصير عنده فضول ينتظر البطوله للنهايه حتى يشوف منو اسرع سياره. اما اذا بالبدايه يجي يعني هاي اول بطوله اللي صارت اكيد يعني متحمس ويريد يباوع بس اكيد راح تخرب يعني. واكو مشكله ثانيه يعني من سووا هاي البطوله ما حد كان يعرف انه راح يجي الجماهير بهاي الحجم بالضبط صح يعني اجوا من بغداد من غير محافظات من يعني فوق ال 5000 من كل المحافظات اجوا ما يتحمل المكان والله ما كان متوقع انه الجمهور يعني راح يكون بهاي القوه صراحه. كان بطوله كانت كلش حلوه والتخطيط كلش حلو بس التنظيم هم والله يعني انا شاهد تنظيم كان حلو تنظيم كلش حلو الجمهور وما اعرف شنو وطبعا هي البطوله الوحيده اللي بيها مدرجات صح. كل البطولات اللي صارت بالبصره بالنجف اللي انا شاركت بيها بسليمانيه ماكو مدرجات هنا بس كراسي ومو كلش واضح تضطر انه تقوم حتى توقف صح حتى تقوم حتى تشوف السباق بس هنا صارت يعني كلش مرتبه بس للاسف يعني ما تقدر تسيطر عدد كبير كلش عندها اسميها البطوله يعني سركوتوبو ناجح كثل ناجح صراحه يعني صح. شفت كل شيء مضبوط بس مع الاسف يعني وهم احتمالك ابو على اساس بتباراني جزاني يعني اقر او حادثه شو دابا هر دبو باران او حادثه خلق زياده حد لس او اسكليبو كتوقع يعني ذكرهم خلق بس السروي يعني سوتيوان نبو ام لو خمله ومشاهد بوما سان خوش الشاهد اللي هو موضوع يبدا بس براسي بطلش ناجح بو ناجح اي والله كاكا الماني لو امريكي شنو سياره المانيه لو امريكيه شفت جيت بالسياره الالمانيه هاي السياره للتسوق فور شوبينج بس يعني اروح اجيب مثلا
تجيب صمون صمون يا سياره بلازم باقله برون يا سياره شفت هسه جولف 2022 جي تي اي. وعندي ان شاء الله باكر راح اخذ وحده ار 19 ان شاء الله. مضطرين يعني لازم احنا نسوي ميكس بين الامريكي والياباني والالماني حتى ما يكون غير متعه يعني كلهم بغير متعه. اكيد لا صراحه متعه الالماني غير يعني صح. السيفتي اللي بيه والامان كلش حلو. بس عندي نقطه بدي اعقب عليها على البطوله. اوكي طبعا هذا اللي صار هو بنفس الوقت هو سلبي بس بنفس الوقت ايجابي. شنو السلبي والايجابي؟ السلبي انه ما قدرت تكمل البطوله لان الجمهور صار هواي. بس الايجابي انه انت عرفت عندك قاعده جماهيريه كبيره صح للرياضه السيارات. ترى بالضبط. من يجونك جمهور كبير ومتعنين من يعني جايين من غير مكان حتى يشوفون البطوله. هذا الشيء حلو يعني العالم تريد تشوف تريد تستمتع بالسيارات برياضه السيارات. هذا الشيء حلو انا اشوفه كلش حلو يعني انه جمهور يصير واهم شيء كان دعم هوايه من الجنوب مثلا سيف تيتو إيه. واقف بالفعل، كالحكم لا مو كالحكم كتنظيم كتنظيم يعني بالفعل. يعني ما قص اي واحد يعني هذا صراحه انا المفروض يعني هاي الشغف عند الجمهور المفروض يستغل يعني يكون مثلا تحاول نسوي بروجكت بطوله. صدقني يعني كلش ناس راح تصير كلش انه تاخذ. انا سويت مره يعني بروجكت انه على اساس ده يصير فسويت الحسابات كلها انه مشروع كلش ناجح. بس المشكله ماكو يعني اللي يدعم يعني هاي من حكومه الرياضه. اي لازم مع يكون علم دعم. هو مشروع كلش ناجح وما بيه خساره وتستوعب الطاقات الموجوده عندك. ما تشوف بعد سباقات بالشارع لا راح اشوف تحدي بالحلبه راح يخلص ويرجع. وراح تقدر تسوي بطولات كل 3 اشهر كل 4 اشهر يعني راح تسيطر على السيارات الرياضيه. تقدر تسويها من حلبات هو نفس الحلبه بالدراجات يعني ما راح تلقى الحوادث والسرعه وهاي يعني. بس للاسف احنا ما مستغلين هذا الشيء كله يعني. بس مو حتى مو بس السباق حتى الدريفت الدريفت مو بس دريفت يعني اكو وايد لعبات يعني حتى لعب يعني داعش على غير السيارات يعني عندنا فراغ هوايه ان شاء الله بالمستقبل يعني ان شاء الله يعني تكون يعني ناس ان شاء الله الاختصاص يعني ياخذون نظره شويه ويدرسوها راح يشوفون المشروع كلش ناجح واستثماري مستثمر قوي يعني كلش قوي دخله قوي وما يريد يعني ما يريد خدمات هواي مو مكلف. السيرفيس مالته مو مكلف فقط عندك اصلا ما يحتاج سيرفيس يعني هي بس الارضيه تحتاج بس الارضيه فقط بس الارضيه. الله كريم كان حسام عندي سؤال يعني اني مستغرب ومستعجب صراحه يعني انت تحولت من سياره كلش قويه الروش كانت الى دراجات. شلون اجى هاي التحويل يعني؟ مو انا كنت يعني انا يمكن الانسان الوحيد اللي انا حاط راسي ويا راسه للدراجات. كانت عندي سياره والسابق ويا دراجه فانا من كنت السابق يعني انا من نوع شويه فضولي فاباوع الدراجه يعني مرات ارجع للبيت اطلع فيديوهات اباوع على الدراجه شلون تشتغل القوه مالتها. فاني يعني صراحه شنو سبب هذا التحول انه شفت نفس الادرينالين عندك يصير وسرعه اكثر تكلفه اقل تكلفه اقل يعني تكلفه اقل مو كتزويد لا كتزويد هو غالي بس تكلفه اقل انه الدراجه ما راح تصير بسعر السياره صح يعني ما راح تصير ولا راح يصير استهلاكي مثل السياره. عرفت شلون؟ يعني التايرات انا كنت اجيبها للروش يعني ب $1600 كل 4 اشهر 5 اشهر. ريس ويل ريس ستار وميك ثومسون كنت اجيب ار مرات ار صح. الدراجه ما تريد هيك الدراجه تريد بنزين وانقر سلف اطلع غير جو فقط. فلذلك يعني صحيح السيفتي مالها مو كلش بس احنا نلبس سيفتي كامل درع خوذه كفوف وتكرمون جسم الدراجه. هذا اهم شيء صراحه يعني مع الاسف لازم تحب نفسك يعني انت من تلبس هاي الخوذه والاشياء إلك يعني لا بالضبط. انت تحب نفسك بالضبط يعني من انا راح اسوي حادث وياك انا ما خسران شيء انا السياره يعني ما راح اتاذى بس اذا انت لابس السيفتيات
انت ما راح تتاذى يعني أكيد. الك. اكيد بالضبط هو السيفتي يعني هو الله سبحانه وتعالى هو يعني أكيد. السيفتي الرئيسي. بس احنا سبب يعني. بس هو اكيد سبب يعني انت من تلبس درع يعني تتفادى هواي مشاكل. يعني اقل شيء اذا توقع على ايدك فانت لابس تشوف لابس الخوذه هاي اهم فقرتين اللي تحميك. شلون يعني انا اعرف هسه واحد الله يرحمه قبل يومين 3 هم توفى الله يرحمه ما لابس سيفتي صفر. السياره كسرت عليه بالغلط ضرب العمود الماطور وقف في العمود والسائق راح على السايد الثاني والسياره دخلت فيه كمت عليه الله يرحمه. السيفتي كلش ضروري يعني خاصه حتى من تركب دراجه عندك لازم الاي بي اس يكون موجود شغال والتراكشن لازم هذول الاثنيناتهم موجود بالدراجه. انا اثنيناتي ماكو دراجتي يعني انا موجود بس انا اللي انت موجود بدل الاي بي اس وتراكشن. اكيد انا لاغين يعني لسبب بس انا يعني صراحه انا كلش انتبه على المقابلي اترك مساحه. نحتاجك تدير بالك في دوره اترك مساحه اذا يجي ريتيرن استدارات صعود او نزول ما اعبر السياره انتظره ياخذ المسار مالته يلا اقدر اعبره لان لازم تأني يعني هي يعني الشغله ما تتحمل تهور يعني اقل تهور حياتك يعني تروح. فنسال الله انه يحمي الجميع والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. بلانك للمستقبل سياره كهربائي لو ها شنو هاي اذا زودها شحط سيركت لازم اخلي سيركت 10 امبير نحط بطاريات زياده. نحط بطاريات. لا هي اكيد يعني الحلوه بالفورد انه يعني ما معتمدين المحركات الكهربائيه الرئيسي. فاني كم مره صراحه زايدت على السياره دارك هورس وبل عليها بس ما صارت قسمتي. دارك هورس وبل لون اسمنتي مو على هذا الاسمنت الجديد ايه فما صارت قسمتي. فان شاء الله انتظر شيء جديد ينزل ان شاء الله. ان شاء الله. كاكا شكرا كثير. اهلين حبيبي. وهذا اول يعني مع العلم ونيا مع العلم اول حلقه نحن دا نحكي على وخصوصا اني دا احكي عربي ومقابل كاميرات واول مره بحياتي يعني اسف اذا عندي غلط. بالعكس والله بالعكس والله صارت عربي هسه ما مستعربي يعني صارت الفضائي الفضائي نمبر 1. ممنون منك والله كاكا. لا انا الممنون شكرا على استضافتك انت استاذي يعني والله صدق دا احكي يعني اني والله عمري كانت هيك بالطفل خصوصا ببطوله 2016 بالجامعه الحياه ممكن اي نولج اي خذت البطاقه في اي بي بس حتى اشوفكم هيك صح كان عند البوس. اي صح كان يجي هو عنده شغف من زمان قديم ودائما اشوفه والضيعه تدور عليه تلقاه وقاعد يم السياره ويباوع عليه 77 خصوصا. اي 77 عفته اي والله كانت اوقات حلوه. زور بخير بيبي ما نفوز شرفنا كاك حسام. لبو سوار بريش سوار بودكاست لو اكيد مع القي هيك جوازيني انجليزي بي عربي بي كردي بي او زيهم كشاشيا بلان او كساني كشيان باكيدي زور كسيه جاري بدي كاتنا مو بياهينين معنى اوينيه ما كسك مان بما نقول بي يعني تاونا هيننا بس ببي كات هواش ان شاء الله هميان دينو كاك سامش اكيد يا لو كساني كدزيو بيجي تايبتي لو ورد شيء اتشرف بس شرف انت عزيز يمنا والله صراحه والله عياتهم والله اتو عياتهم ودلم بس كلش تونست يعني ويعني قاعده يعني اللقاء حلو كلش وياكم وانا صراحه مرتاح. انا يعني شويه متوتر بس ارتاحت يعني لان احنا اخوه اكيد واحنا قديمين ترى يعني مو اول مره. فمن خبرتني انت انا يعني فرحت انه شرف هذا منك شرف. يعني إلنا مو شرف إلي شرف إلنا. اي والله حبيبي اهلا وسهلا. شكرا شكرا